هارب من جحيم نيران الحرب في السودان. قصة نازح منذ بداية الحرب. ظل الدخان جراء الاشتباكات يغطي سماء العاصمة السودانية. حين اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كانت ابنة المواطن أحمد محمد الطبيبة الشابة تدير عيادة في إحدى المنشآت الطبية عند شارع النيل، حيث دارت المعارك الأولى. علقت الطبيبة والعاملون معها هناك، أما والدها وأشقاؤها فقد حاصرتهم الرصاصات المتقاطعة في مسكنهم بحي كوبر من نواحي الخرطوم بحري، بالقرب من أحد أكبر معسكرات قوات الدعم السريع المعروف بمقر هيئة العمليات. وبسبب ضرب مطار الخرطوم وإغلاق السلطات العسكرية المجال الجوي السوداني، علقت الأم في المملكة العربية السعودية التي ذهبت إليها لأداء شعيرة العمرة. من أولى الرصاصات اتضح أن مصير هذه الأسرة الصغيرة أن تتوزع بين منطقتين في السودان ودولة خارجية، وصار كل جزء منها عالقا في مكان لا يستطيع مغادرته، خشية أن ينقطع اتصاله وتواصله مع بقية أفراد الأسرة. وفي الأثناء كانت المعارك تدور أمام منزل الأسرة، وسكانه لا يستطيعون الخروج لتحسس ما يحدث في الخارج، ولا يستطيعون ترك المكان بانتظار عودة الابنة المحتجزة، فمغادرة المنزل إلى منطقة آمنة مخاطرة بأن تفقد أثرهم ويفقدوا أثرها. سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية AFP. لا مفر ظل الحال كما عليها، ودوي الرصاص والمقذوفات والطائرات المقاتلة والمدفعية يرج زجاجا ونوافذ المنزل رجا، لكن لا مفر أمام الأب أحمد محمد وأبنائه إلا انتظار عودة البنت العالقة في محل عملها. ويقول: لم نكن نستطيع مغادرة المنزل، فأين ستذهب الدكتورة إذا انتقلنا لمكان آخر، مجبرون على البقاء تحت أسرتنا لحين عودتها. وفي ليلة كان القصف عنيفا جدا، ارتجت له الحوائط والجدران، وسمعت صوت الرصاصات تصطدم بجدار المبنى الخارجي، لتكتشف الأسرة أن الرصاصات العمياء قد اخترقت الحائط الخارجي للمنزل، وكادت تقتل النائمين خلفه. لحظهم لم تخترقه، بيد أنهم ومنذ تلك اللحظة التي أخطأهم فيها الموت آثروا النوم أرضا، وفي أبعد مكان عن حوائط الشقة الصغيرة التي يقطنونها. ولم تقف الرصاصات عند حدود تحويل الحائط إلى غربال، بل دمرت شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب في المبنى. ويقول محمد: كدت آخذ أبنائي لنغادر، لكن أصغرهم صاح: إذا غادرنا كيف ستجد شقيقتي مكاننا؟ ننتظر يا أبي حتى عودتها. انعدام الماء والكهرباء لم تقتصر معاناة تلك الأسرة على الرصاص والقذائف المتطايرة حولهم وتحاصرهم من كل الجوانب، بل إن خدمة الكهرباء والمياه تعطلت منذ اللحظات الأولى لاندلاع القتال، فزادتهم معاناة على معاناتهم، وصار جلب الماء من بئر تبعد نحو كيلومترين مخاطرة لا فرار منها. ويقول محمد: كنا ننتظر هدوء تبادل إطلاق النار بين الطرفين لنتسلل إلى بئر في أحد مصانع الثلج، وننضم لصف طويل من أهل الحي الذين ينتظرون دورهم لملء مواعينهم بالماء. وطبعا الحديث عن كهرباء ومراوح حلم بعيد المنال في حرارة الخرطوم التي زادتها المعارك التهابا. حاولت المؤسسة التي تشتغل عندها الطبيبة إخراج العاملين حين أعلنت أول هدنة، لكن الرصاصات المتطايرة والأعين المحمرة التي تنظر شذرا لكل مار أجبرتهم على العودة مجددا. وفي الهدنة الثانية أفلحت المؤسسة في إخراجهم بعملية معقدة، وفي عربة خاصة تحمل شعار المؤسسة، واضطروا للالتفاف لمسافة تقارب 50 كيلومترا، على الرغم من أن المسافة بين مكان عملها وبيتها لا تزيد عن 6 كيلومترات في الأوضاع العادية. احتفال وسط القصف فجأة، صرخ شقيق الطبيبة فرحا حين دخلت أخته المنزل سالمة، وكان وصولها احتفالا وسط القصف والدموع. ويقول محمد: بدأنا نخطط للمغادرة، لكنا آثرنا أن ننتظر حلول عيد الفطر، كنا نأكل من زاد رمضان، لكن بسبب انقطاع التيار الكهربائي تلف جلة، فصرنا نأكل ما تيسر ونحن صيام. وتابع: صبيحة العيد والناس يهللون ويكبرون للصلاة، جمعنا ما تيسر من حاجياتنا ووضعناها في العربة، وسارعنا بالتسلل إلى خارج الخرطوم. وأضاف محمد: واجهنا معارضة قوية من زوجتي الموجودة في المملكة على السفر بسيارتنا، لأن أفراد قوات الدعم السريع وقتها بدأوا نهب السيارات، لكني حسمت الأمر قاطعا بأننا سنسافر بالسيارة، وسأعطيهم مفتاحها وأفدي بها أبنائي إذا لزم الأمر، لا سيما وأنهم يمكن أن يأخذوها متوقفة أمام المنزل. وتابع: ودعنا الجيران ووزعنا عليهم ما تبقى من زاد قابل للتلف، وأمناهم مفتاح المنزل، وتسللنا بداخل الأحياء متجهين نحو شرق ولاية الجزيرة،
لنستقر عند أصدقاء في قرية بمنطقة البطانة قرب مدينة تنبول الشهيرة. وواصل محمد حديثه: عند قنطرة حلة كوكو في الخرطوم بحري، وهي جسر يعد المدخل الرئيس للعبور للخرطوم شرق، وجدنا قوة كبيرة من الدعم السريع، فلم توقفنا، فواصلنا السير شرقا لنتعثر في مجموعة أخرى من قوات الدعم السريع شرق سوق كوكو. تحققوا من هوياتنا وسمحوا لنا بالمغادرة. ثم تفتيش ثالث حتى وصلنا منطقة تل علفون أقصى جنوب شرقي الخرطوم، وبعدها لم تكن هناك أي سيطرة لأي من القوتين، فإن رحلتهم جعلتهم يرون وجهها القبيح قبل أن يغادروا الخرطوم. فعلى جانبي الطريق مدرعات محترقة وعربات مسلحة مرمية على أطراف الطريق، وناقلات جنود لم تبقى النيران منها شيئا، فيما تناثرت الجثث على جانبي الطريق. كان ذلك عشية قدوم قوات تابعة للجيش قادمة من جهة الشرق، تصدت لها قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على المنطقة. وصل محمد وأولاده مقصدهم بولاية الجزيرة، فوجدوا الأصدقاء بانتظارهم، ذبحوا لهم الذبائح حامدين لهم سلامتهم، وحملوهم على أكف الراحة. يقول محمد: بمجرد وصولنا كان همي الأول أن أنام،